الثانية بتوقيت قامشلو. من العناوين مستمعينا الكرام، نبدأ هذه النشرة الإخبارية المفصلة. المجلس الوطني الكردي يعلن عن إنهاء الإضراب عن الطعام بطلب من أهالي المعتقلين. النظام الفيدرالي لروجافا شمالي سوريا يعلن إحصاء شاملا لمناطق غربي كردستان. بعد ساعات من انقضاء وقف لإطلاق النار في سوريا، الأمم المتحدة تقول أن قافلة المساعدات ما زالت عالقة في تركيا. البيشمركة ترد بشدة على تصريحات الجبهة التركمانية وتقول حزب العمال الكردستاني ليس إرهابيا. وأخيرا مقتدى الصدر يتهم نور المالكي بأنه باع العراق للإرهاب. أهلا بكم. أعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا أمس الأحد عن إنهاء الإضراب عن الطعام في كافة المناطق بطلب من أهالي المعتقلين على أن يتابع أعضاء المجلس نشاطاتهم الاحتجاجية بطرق أخرى. وأنهت الأمانة العامة للمجلس في مؤتمر صحفي الإضراب المستمر منذ أيام بهدف الضغط على الإدارة الذاتية للإفراج عن أعضاء المجلس المعتقلين منذ أواسط آب أغسطس الماضي. وجاء قرار إنهاء الإضراب عن الطعام تلبية لطلب من أسر المعتقلين على أن يتابع أعضاء المجلس الوطني الكردي احتجاجاتهم بطرق أخرى بحسب ما أعلن في المؤتمر الصحفي. يبدأ اليوم الاثنين 19 من أيلول 2016 إحصاء سكانيا في 7 مدن وبلدات في غرب كردستان. وأعلنت اللجنة التنظيمية للنظام الفيدرالي في روجافا شمالي سوريا أن إحصاء سكانيا سيبدأ اليوم في 7 مدن وبلدات في مقاطعة الجزيرة، وبعد ذلك سيتم إجراء الإحصاء في المقاطعات الثلاثة، إضافة إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا. هذا ويشمل الإحصاء السكاني كافة المكونات الدينية والعرقية، كما تم إعلان عطلة رسمية اليوم ويمنع فتح الأسواق. هذا كما سيشمل هذا الإحصاء الكرد المجردين من الجنسية. قال مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة يوم الاثنين أن قافلة مساعدات مكونة من 20 شاحنة وتحمل إمدادات كافية لعشرات الآلاف في شرقي حلب ما زالت عالقة في تركيا، وذلك بعد ساعات من انقضاء وقف لإطلاق النار في سوريا دام 7 أيام. هذا وذكرت المنظمة الدولية أنها لم تحصل على التصاريح اللازمة وضمانات السلامة من النظام السوري حتى تمضي قدما في توصيل المساعدات إلى حلب ومناطق أخرى يصعب الوصول إليها. هذا وتشمل المساعدات العالقة على الحدود منذ أسبوع. وانقضى ليلة الأحد وقف الإطلاق النار أعلنته قوات النظام السوري واستمر 7 أيام دون إعلان لتمديده. وقال ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيان: أشعر بالألم وخيبة الأمل لأن قافلة تابعة للأمم المتحدة لم تعبر حتى الآن من تركيا إلى سوريا ولم تصل بسلامة إلى شرقي حلب. وأضاف أن ما يصل إلى 275 ألف شخص ما زالوا محاصرين في هذه المنطقة من المدينة السورية دون غذاء أو ماء أو مأوى ملائم أو رعاية طبية. وأشار إلى أن القافلة كانت ستصبح الأولى ضمن قافلتين تحملان الطحين الدقيق والإمدادات الغذائية الأخرى بما يكفي لنحو 185 ألف شخص لمدة شهر. ويتوقف توصيل المساعدات الإنسانية إلى حلب على السيطرة على الطريق الرئيسي إلى المنطقة المحاصرة الخاضعة لمسلحي المعارضة في حلب المقسمة بين النظام. هذا وقال أوبراين: أتمنى أن تنظر كل أطراف الصراع ومن يملكون نفوذا عليها إلى القافلة على أنها فرصة للمضي قدما. يجب أن تبقى المساعدات الإنسانية حيادية وغير منحازة وبعيدة عن الأجندات السياسية والعسكرية. رد قائد كبير في قوات البيشمركة الاثنين بشدة على تصريحات لرئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي اتهم فيها حزب العمال الكردستاني بالاستيلاء على أراضي تركمانية في كركوك وجنوبها، ووصفه بالإرهابي قائلا أنه ليس إرهابيا وقدم تضحيات لحماية كركوك.
كان الصالحي قد قال في مؤتمر صحفي يوم السبت أن حزب العمال الكردستاني يحتل مساحات من الأراضي التابعة للتركمان ويبث النعرات الطائفية عبر الاعتداء على مواطنين تركمان في قضائي طوس خرماتو وداقوق وبداخل مدينة كركوك أيضا. وقال قائد محور جنوب كركوك وستا رسول في مؤتمر صحفي عقده في الأطراف الجنوبية لكركوك أنه مستاء من تصريحات الصالحي لوصفه حزب العمال الكردستاني بالإرهابي، مشيرا إلى أنه حزب كردي عريق ورسمي وقدم تضحيات كثيرة جنبا إلى جنب مع قوات البيشمركة لحماية كركوك. وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أشاد في تقرير له بدور حزب العمال الكردستاني وقوات البيشمركة لدورهما في مقارعة الإرهاب. وقال أن 50,000 من قوات البيشمركة منتشرة في المحاور الجنوبية لمحافظة كركوك، بينما انزعج الصالحي من وجود 50 مقاتلا من العمال الكردستاني في المحور ذاته. وتابع وستا رسول مخاطبا الصالحي: أنت لم تزر أي جبهة قتالية، لم تزر أي مصاب من البيشمركة في أي يوم من الأيام، فبأي حق تتحدث عن البيشمركة وحزب العمال الكردستاني؟ اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بأنه باع العراق للإرهاب. وجاء أحدث هجوم للصدر ردا على تصريحات سابقة للمالكي الذي ترأس الحكومة من 2006 إلى 2014 ووصف فيها خصمه بأنه حديث على السياسة. واعتبر الصدر في معرض رده على سؤال أحد أتباعه بشأن المالكي أن كلام من باع العراق للإرهاب لا يهمني، فهو ليس صاحب قرار ولا ذات شعبية ليكون مؤثرا. ويعكف أتباع التيار الصدري منذ أسبوع على جمع توقعات تحت عنوان الفاسد في الحكومة لا يمثلني، للضغط على القوى السياسية لإبداء تنازلات تقود إلى أحداث إصلاح في مؤسسات الدولة الخاضعة لهيمنة الأحزاب، لا سيما حزب الدعوة الحكم. ويواجه المالكي اتهامات بالفساد، كما أشارت تقارير أصدرتها لجان تحقيق برلمانية إلى مسؤوليته في سقوط مناطق عراقية عدة بقبضة داعش حين كان رئيسا للوزراء عام 2014. وكشف مكتب الصدر لسكاي نيوز عربية أن زعيم التيار الصدري سيلقي الجمعة كلمة مهمة في مسجد الكوفة بمحافظة النجف يتناول فيها قضايا عدة. ومنذ أشهر يحشد الصدر عشرات الآلاف من أنصاره للاحتجاج في بغداد من أجل الضغط على الحكومة لبذل جهود لمكافحة الفساد وإصلاح النظام القائم على المحاصصة. مستوصف الهلال الأحمر الكردي يفتتح دورة تمريضية لتعليم المبادئ الأساسية للتمريض تحت إشراف مجموعة من المختصين. مراسلتنا شيرين نعمان من سريكانية أعدت لنا التقرير التالي. فتح مستوصف هلال الأحمر الكردي في رأس العين منذ شهر دورة تمريض، حيث تقدم في هذه الدورة دروس عملية ونظرية بالمبادئ الأساسية في التمريض كالإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع السيرومات، وذلك كما تحدث المخدر عباس. صار تقريبا شهر. الدورة هي دورة إسعاف أولي مع طوارئ. الدورة هي دورة شوي موسعة، تعليم مبادئ الأساسية للتمريض بشكل عام، النزوفات، الصدمة، الحساسية، اللدغات بشكل عام، مثلا إعطاء إبر عضلية وردية، التعامل مع السيرومات، التعامل مع مواد التغذية اللي نعطي المريض، يعني بشكل عام يعني أمور. والله تقريبا نحن حاطين تقريبا شهر ونص لشهرين مدتها حسب تنشوف استيعاب الطلاب وإمكانية استمرارية. والله هو العدد فيه متقدمين كتير بصراحة، بس نحن اللي أخذنا أكثر من مجموعة 20 أكثر من 20 طالب ما قدرنا نستوعبها. يكون الفهم بشكل أسرع وبشكل سلس يوصل، نقدر نتعامل مع الطلاب. يعني الدروس النظرية نبلش بالمبادئ أول شيء يعني كتابيا، أو نقدم شرائح عن طريق الكمبيوتر أو شاشة بروجيكتور أو شغلة أو مجسمات عنا. العملية الطالب يمارس بإيده، يعني كل طالب يجي على المجسم
مثلا يطلع المجسم، مثلا مواد التشريح اعضاء الجسم الانسان ان شاء الله يشوفه بعينه ويلمس المجسم، يعني بيعرف بشكل عام، خاصه يستفيد اكثر شيء الطالب من ناحيه الابر العضليه او الابر الوريديه، فتح السيروم او كل، يعني الحمد لله المواد موجود كلها متوفره، امنا لهم طلبنا بالتعاون مع الهلال الاحمر الكردي امنوا لكل المواد اللازمه. وهلا اكثر شيء هلا مستقبلا نحن وصلنا تقريبا المراحل الاخيره في الانعاشات الاوليه، انعاش القلب الرئوي، كيف بدك نتعامل مع مريض فاقد وعي، كيف بدنا نعيش مريض لبينا اقل شيء نوصله لاقرب نقطه طبيه. يعني بهالاجراءات يمكن ننقذ حياه بعض الناس، يمكن شغله اسعافيه بسيطه، كل واحد لازم يعرف يتصرف لبين ما يوصل لمركز طبي متقدم احسن. حيث يجد الكثيرون بأن تعلم مثل هذه الدورة مفيدة لتطوير ذاتهم وأيضا أسرتهم، وذلك كما تحدثت الطالبة إيمان حسين. طبعا اجيت لهون عشان اتعلم الاسعافات الاوليه، ضرب الابر، تعليق السيروم، بشكل عام اسعافات بسيطه نتعلمها عن طريق المستوصف. اول شيء الهدف منه تطوير الذات، بالاضافه انه شخص يوم يتعلم هيك معلومات يقدر يفيد اسرته، يقدر يفيد الحي اللي هو فيه، خصوصا نحن بالاوضاع الحاليه لازم نتعلم كل شيء. سماهر عبد الله والدتها مريضة قلب دفعتها للذهاب إلى التعلم كي تساعدها وتخفف عنها المعاناة. والله دورة التمريض يعني نحن جايين مشان نتعلم بالحياة العملية، صارت انه بها الاوضاع هاي المفروض الواحد يتعلم لبيته لنفسه، يعني تعرفين الأوضاع شلون، يعني واحد يصير معه شغلة إذا الأبر ولا فتح الوريد، يعني وأمي الوالدة مريضة قلب بالبيت، يعني أي شيء نتعلمه استفادة لنا نحن. يعني الوالدة لما يجيها إنه تسرع قلب، الحالة اللي توصل لها إنه الكل بالبيت يتعقد، يعني يمرض إنه الوجع والألم، يعني وحتى ما نعرف إيش نعمل لها. بهالأوضاع هاي صارت إنه الإبرة اللي تأخذها هي ما انها موجودة، يعني أكثر المرات بنعملها الطرق بالبيت إنه مشان التسرع يوقف. فمشان هيش نحن أجينا على هالدورة هاي نتعلم يعني طرق أكثر، استفادة أكثر. إذا الحقن الوريدي نعلق لها السيروم، نعطيها أوبر كوردان مع السيروم إنه مشان عملية إنهاء التسرع. فمشان هيش نحن أجينا على هالدورة. الدورة ما زالت مستمرة حتى الآن في إعطاء معلومات صحية للطلاب الخاضعين لها كي تساعدهم في ظروف أصبح الواقع الصحي متدهور. شيرين نعمان، 1FM، رأس العين. مستمعينا، أذهب وإياكم إلى سوزدار وآخر الأسعار لبعض العملات الأجنبية والذهب مقابل الليرة السورية. مرحبا بك سوزدار. مرحبا بك طلال. أسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية: الدولار اليوم المبيع 542 والشراء 538 مقابل الليرة السورية. اليورو المبيع 610 والشراء 602 مقابل الليرة السورية. الليرة التركية المبيع 185 والشراء 181 مقابل الليرة السورية. الذهب المبيع 9800 والشراء 9400 مقابل الليرة السورية. أعزائي المستمعين، هذه كانت أسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، والآن نعود إليك طلال. مستمعينا، نذهب إلى آراس لنطلع على آخر أخبار الرياضة. مرحبا بك آراس. مرحبا طلال.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام. نبدأ جولتنا الرياضية من الليغا الإسبانية، حيث فاز ريال مدريد على مستضيفي إسبانيول بهدفين دون رد سجلهما كل من خيمس رودريغيز وكريم بنزيما، فيما خسر فالنسيا على ميدان أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف واحد. وفي بقية النتائج تعادل أوساسونا مع سيلتا فيغو من دون أهداف، وفاز فياريال على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف واحد. وبنهاية الجولة الرابعة يبقى ريال مدريد في الصدارة برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد. انتهت قمة الدوري الإيطالي بين إنتر ميلان وضيفه يوفنتوس بفوز الإنتر بهدفين مقابل هدف واحد. اليوفي افتتح النتيجة أولا عبر ليشتنشتاينر، لكن إيكاردي أعاد الإنتر للمباراة بتسجيل هدف التعادل، فيما أضاف إيفان بيرسيتش الهدف الثاني للإنتر الذي حقق فوزه الأول على اليوفي منذ 6 سنوات. وفي بقية النتائج فاز كيوفو فيرونا على ميدان أودينيزي بهدفين لهدف، وفاز كالياري على أتلانتا ب3 أهداف دون رد، وفاز ساسولو على جنوا بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل تورينو مع إمبولي من دون أهداف. إلى الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج، حيث خسر مانشستر يونايتد بقيادة مورينيو على ميدان واتفورد ب3 أهداف لهدف واحد، وفاز كريستال بالاس على ستوك سيتي ب4 أهداف لهدف، وفاز ساوثامبتون على سوانزي بهدف وحيد، وبذات النتيجة فاز توتنهام هوتسبير على ضيفه ساندرلاند. في الدوري الفرنسي انتهى لقاء القمة بين مارسيليا وضيفه ليو بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفاز سانت إتيان على باسيا بهدف وحيد، وتعادل مونبلييه مع نيس بهدف لمثله. هذا كل ما لدينا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، عودة إليك طلال. شكرا لك أراس، شكرا لك سوزان. مستمعينا، نهاية النشرة، هذه تذكرة بأبرز العناوين. المجلس الوطني الكردي يعلن عن إنهاء الإضراب عن الطعام بطلب من أهالي المعتقلين. النظام الفيدرالي لروجافا شمالي سوريا يعلن عن إحصاء شامل لمناطق غربي كردستان. بعد ساعات من انقضاء وقف لإطلاق النار في سوريا، الأمم المتحدة تقول أن قافلة المساعدات ما زالت عالقة في تركيا. البيشمركة ترد بشدة على تصريحات الجبهة التركمانية وتقول حزب العمال الكردستاني ليس إرهابيا. وأخيرا مقتدى الصدر يتهم نوري المالكي بأنه باع العراق للإرهاب. مستمعينا، هذا كل ما لدينا إلى الساعة. كنت معكم طلال خليل، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء. ألقاكم على رأس السادسة في أمان الله.